بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة لشبكة السلام الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام الخالدة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو لكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم الصحة والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يعلي بفضله وقوته ومنعته كلمة الحق والدين. كما أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبسط الصحة على الجميع في هذه الأيام وهذه الجوائح التي تحيط بنا من هنا وهناك. كما أرجو أنساتي سيداتي سادتي أن نكون موفقين فيما نقدمه لكم في برنامج مع اللغة العربية، ونأمل كذلك أن تأتينا ملاحظاتكم وبرضو آراءكم واستفساراتكم بهدف تطوير البرنامج. في الحلقة 13 عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، كنا قد تحدثنا عن العوامل التي رسخت من مكانة وواقع اللغة العربية في إريتريا أو في حلقات سابقات، وأشرنا إلى أن الخلاوة بشيوخها الأفاضل الكرام رحمة الله على الذين رحلوا، ونسأل الله أن يبسط الصحة والعافية والستر على من هم على قيد الحياة. قدمنا نماذج على أنه وأسماء من الخلاوة التي لعبت دور كبير في تثبيت دعائم اللغة العربية في إريتريا. واحدة من الأشياء التي دعمت كانت المعاهد، يعني المعاهد الإسلامية ودورها في ترسيخ وتثبيت دعائم اللغة العربية في إريتريا. هذا هو عنوان حلقة اليوم، وإن شاء الله يأتيكم على مرحلتين. اليوم سنتحدث عن المعاهد، وقد نشير إلى أسماء بعض المعاهد، وإن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله وبعدها إن شاء الله سنتحدث عن نماذج من المعاهد، معهدين 3 4 كده ممكن إن شاء الله، حتى ما نستطيع أنه نقول أنه وثقنا لبعض المعاهد، وقد تكون فيها برضو جانب من العرفان وتقديم الشكر لمن يستحقون. نأتي إلى المعاهد الإسلامية في إريتريا. يعني تقريبا معظم المدن الكبرى بدءا من العاصمة أسمرة إلى بقية المدن مثل كرن ومصوع وأغردات وجندع، وكذلك هناك عندنا أهلنا في دنكاليا في بدة وطيعو تقريبا، وحتى في الإقليم الجنوبي والقاشبركة أنزل إلى مدينة تسني. يعني نستطيع أن نقول إنه معظم المدن كان بها معهد أو معهدين، والدليل على ذلك أو هذا يدل على أن المعاهد كانت لها مكانة في حياة الناس والمجتمع. على سبيل المثال في العاصمة أسمرة كان هناك معهدان: المعهد الدين الإسلامي الكبير الملاصق للمسجد الكبير مسجد الخلفاء الراشدين، وفي منطقة جزبندة طليان كان هناك معهد الديس ألم، هذا برضو معهد تابع إدارته للمعهد. ففي أسمرة كان ربما أكثر من معهدين، لكن هذا الذي أذكره بعد 91. في مدينة كرن مؤكد كان أكثر من معهد، وفي مدينة مصوع كذلك كان أكثر من معهد، وفي بدة أعتقد كذلك كان أكثر من معهد. وبالتالي يعني كثرة المعاهد في المجتمع الإريتري تدل على أنه المجتمع كان مجتمعا ولا يزال يعظم الدين، والدين عنده مكانة سامية. ولذلك وكما هو معروف كل من يعظم شعائر الله
فإنها من تقوى القلوب. ولذلك هذه المعاهد كانت، وسبحان الله كل المعاهد لم تكن تابعة للأنظمة التي حكمت إريتريا بما فيه النظام الاستعماري الموجود الآن في إريتريا، بل كانت هي تمول من الوقف، وكذلك أيضا يعني بتبرعات المحسنين والخيرين من أبناء الشعب. وحتى وفي المعاهد يأتي تاريخ الإخوة اليمنيين الإريتريين اللي من أصول يمنية، كان لهم دور كبير في تثبيت المعاهد وترسيخها ودعمها. وبعدين إن شاء الله لما نجي لمعهد معهدين حنعرف دور أولئك الأخيار من الأصول اليمنية من الإريتريين. ولذلك المعاهد وكان لها دور كبير في ليس في دعم اللغة العربية فقط، ولكن يعني شحن المسلم بذخيرة علمية دينية أخلاقية، وكذلك تؤهله كذلك لأن يعني يواصل دراساته العليا. والمعاهد في إريتريا عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة قامت على 3 أو 4 محاور أساسية، وتلك المحاور هي التي جعلت لتلك المعاهد مكانتها المتميزة في المجتمع. على سبيل المثال هذه المعاهد كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم، وطالما أن خلاوة القرآن الكريم لعبت دورا كبيرا في ترسيخ وتثبيت اللغة العربية ودعائمها في إريتريا، أيضا كان للمعاهد ذلك الاتصال المباشر. بمعنى يعني المقبول للمعهد الذي يقبل في أي معهد من المعاهد لا بد أن يختبر في القرآن الكريم، وقبل الاختبار الشرط الأساسي لا بد أن يكون قد ختم القرآن الكريم. ختمه، ويستحسن لو كان رددوا، لكن الختمة دي كانت شيء لازم. وأذكر فيما أذكر أنه في معهد أغرداد ولشيخه ولمؤسسه فضيلة العلامة عبد الله الأزوز رحمة الله عليه، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، بقدر ما قدم من علم وثقافة وإيمان وتقوى وأخلاق لمدينة أغرداد، ليس لمدينة أغرداد فحسب، ولكن للمناطق القريبة من مدينة أغرداد ومن خارج المنطقة. خرج ذلك المعهد الكثير والكثير من العلماء واللغويين وكذلك من السياسيين. فالذي يأتي إلى المعهد يعني يشترط السيد المدير الشيخ عبد الله العزوز رحمة الله عليه وهو الذي يعني يعمل تلك المقابلة والمعاينة لقبوله بالمعهد. أولا يتأكد على أنه ختم القرآن الكريم، ثم يطلب منه أن يقرأ شيئا من كتاب الله تسميعا كان أو قراءة عادية. وأنا إن شاء الله سأحكي تجربتي مع المعهد الدين الإسلامي التي كانت سنة واحدة، مع الأسف الشديد ليتها كانت 4 سنوات. والمعاهد في إريتريا تقريبا كلها كانت فترة الدراسية أعتقد كانت كلها 4 سنين، لكن كل سنة كانت تمثل بالنسبة للمدارس الأكاديمية النظامية تمثل السنة الواحدة تمثل أكثر من 5-6 فصول، وأنا سأحكي عن واقع مباشر يعني. وحأحكي إنه الحديث الذي دار بين الشيخ مدير المعهد الشيخ عبد الله العزوز ووالدي رحمة الله عليه، اللهم ارحمهما برحمتك التي وسعت كل شيء. يبقى المعاهد كلها كانت مرتبطة بالقرآن. الملتحق بالمعهد لا بد أن يكون له علاقة خاتم للقرآن ويختبر في ذلك. فدي وحدة كانت ميزة للمعاهد الإسلامية في إريتريا. الميزة الثانية كانت المناهج للمعاهد كلها باللغة العربية، وأن تدرس 4 سنوات
باللغة العربية الفصحى وتتعلم فيها كل علوم اللغة من بلاغة وصرف ونحو، وكذلك يعني أنت تتفنن في فن الإعراب. فن الإعراب بالمناسبة في لغات ثانية ما موجود، حتى في اللغة الإنجليزية ما بتفوت المسألة الفعل والفاعل والمفعول به والصفة والعلامات الترقيم أو حروف الجر. يعني ما أنا لست ضالع في اللغة الإنجليزية، لكن ما أعتقد فيها أكثر من ذلك. ده في الناحية اللغوية الجراماتيكال يعني. لكن تخش في اللغة العربية، هذه اللغة غنية ولغة شريفة ولغة أسمى لغة وأغنى لغة، ومكانتها يكفيها أنها لغة القرآن الكريم ولغة آخر الأنبياء والمرسلين للأمة والكون أجمعين. هذا هو الشرف الكبير، والله سبحانه وتعالى هو خير العالمين وهو الخبير العليم. نزل كتاب القرآن باللغة العربية، كان بإمكانه ينزلها بأي لغة، وعلى الرغم من سيطرة اللغة الإنجليزية حاليا كما سيطرت من قبل لغات أخرى، لكن تظل مكانة هذه اللغة بمكانتها عند المؤمنين وعند القراء وعند أدباء والشعراء وغيره وغيره. يعني أنت لما تستمع إلى واحد حافظ القرآن الكريم ويقرأ القرآن الكريم، وهو ممكن يكون من إفريقيا، من آسيا، من أوروبا، من أمريكا، والله تدرك عظمة هذا القرآن وعظمة الإسلام. ولذلك أنه المعاهد كلها كانت باللغة العربية. صحيح في وحدين من حيث لا يدرون حاولوا يحاربون سياسات تلك المعاهد وأساتذتها ومؤسسيها تحت حجة إدخال اللغة الإنجليزية، ومع اللغة الإنجليزية تدخل اللغة الأمهرية، ومع اللغة الأمهرية تدخل السياسة بتاعة الاستعمار سواء كان عهد هيل سلاسي أو الدرك. من حيث لا يدرون ذهبوا إلى شر أعمالهم. وأنا إن شاء الله حأحكي كيف خاصم لله وكيف غاضب لله كذلك الشيخ عبد الله العزوز رحمة الله عليه. حاربته المدينة على حين غفلة من أمرها تحت حجج واهية، والرجل يعني كان يدرك وبعيد النظر رحمة الله عليه، فرفض إدخال أي لغة غير اللغة العربية، وأن تكون إجازة المعهد الجمعة والخميس بدلاً عن أن تكون السبت والأحد، ولو دخلت تلك اللغة. ولهذه الحادثة حديث وحديث سنأتي إليه، فقط لتوضيح كيف كان الشيخ عبد الله العزوز رحمة الله عليه مثل الآخرين، وكيف كان السيد الشيخ فضيلة الشيخ محمد علي زرقوم في معهد عنسبة وازنتن ومجاهداته في الفترة الاستعمارية وما بعد الفترة الاستعمارية. وهكذا كانوا كل المعهديون والذين أسسوا المعاهد الإسلامية. المشاهد الكريم، يواصل من قطع من حديث في برنامج مع اللغة العربية، وحديثنا اليوم هو حديث عن المعاهد الإسلامية في إريتريا ودورها في تثبيت ودعم اللغة العربية. فقلنا إن المعاهد كانت قائمة على مرتبطة بالقرآن الكريم وقائمة على اللغة العربية. وعندما نقول القرآن الكريم، خريج المعهد هو سيتخرج 4 سنين حافظ كذا من الأجزاء، وحفظك لكذا من الأجزاء من القرآن الكريم وأنت لازلت طفلا صغيرا، ده معناه ذخيرة معرفية وكنز يساعدك وأنت تحفظ أي شيء من ما يمكن حفظه في المستقبل، بما فيها حتى العلوم التطبيقية، لأنه من تفتحت ذهنيته والخزينة اللغوية والخزينة بتاعت
الاحتفاظ بالمعلومات. من تفتحت تلك باللغة العربية والقرآن الكريم يستطيع أن يدخل كل شيء ويتعلم أي لغة في أي وقت، ليس لها عمرا. من الصعب جدا عزيزي المشاهد أن يتعلم الإنسان بعد فوات عمر معين اللغة العربية. يعني يستطيع أن يتعلم يعني حاجة كده خفيفة كده، لكن لو نقارنها بإمكانية تعلمه لغات أخرى بعد أن يشب، فإن اللغة العربية لها خصوصيتها، فلا بد أن تتعلمها وأنت شوية صغير. لكن اللغات الثانية يمكن أن تتعلم أي لغة أنت صحيح طبعا. يعني النقش في الصغر كالنقش في الحجر، وبعدين كالتعليم في الكبر كالنقش في البحر. هذه لأي مدى صحتها. لكن فيما يتعلق باللغة العربية برضو سبحان الله ربنا رابطة بهذا القرآن الكريم، يعني أن تكتب في اللوح وبعدين ما أنت اللغة العربية أصلا لما تبدأ تحفظ كتاب الله وأنت طفل صغير، طفل صغير يودوك وأنت يلقنوك الحفظ، لسانك يتفصح زي ما يقول، يعني يبدأ يدخل في الفصحى. أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين، يبقى قاعد يتفصح لسانك زي ما مش زي ما بتتكلم في البيت وفي المطبخ وفي الشارع وفي العناية. في الخلوة أنت تتحدث لغة فصيحة. هذه اللغة شيئا فشيئا شيئا فشيئا ترسخ فيك من الناس إلى سورة البقرة. كم مفردة عربية فصيحة يعني. وكما قيل طبعا إنه ما فيش معاني تكرر ما ذكرت في سورة معينة لا تكرر المعاني في سورة أخرى، والعلماء أدرى بذلك. ولكن هذا القرآن الكريم يعني فصح لسانك ويهذب كذلك استعداداتك، يحصنك ويديك قوة استعداداتك اللغوية للمستقبل. فالمعاهد، فخريج المعهد هو حيحفظ كما من القرآن الكريم، وعندما يلتحق بالمدارس بتعرف المعهد ده هو معهدي ولا ما معهدي، فبتلقاه يعني سريع الحفظ للقرآن الكريم لكل شيء. وأنا هنا أذكر أنه في جامعة أم درمان الإسلامية يعني كان مقرر أن تحفظ جزءا كل عام، 4 سنين تحفظ 4 أجزاء وتمتحن عليه تحريرا والامتحان الشفهي شفاهة. فالشاهد أنه يعني الناس اللي ما قروا القرآن الكريم كانوا يتعبوا تعب ما تتخيلوا وكأنهم ليسوا مسلمين يعني. سبحان الله. الحمد لله العبد لله ما كان عندي أي مشكلة، يعني بقرأ لأنه بقرأ القرآن بشكل دائر ويومي. الجزء بتاعت الحفظ ده يعني بجيه للحفظ يعني قبل الامتحان بفترة، والله هذا ليس افتخار وكده. فصديقي محمد عبد العاطي عامر وآخرون وأنا تحت وحيين من هنا، فكان يقولوا لي يا شريف ما بيتعبك القرآن؟ سبحان الله. وكيف يتعب القرآن المسلم؟ يعني المفروض لا يتعب المسلم. فبتحفظ 200؟ قلت له ما انا بحفظه، بالاسبوع الجاي حاحفظ الجزء وكذا. وفعلا والله ما كان ياخذ مني يعني اقل من اسبوع. لماذا؟ مش لانه انا جينيوس وكذا بتاع، لكن لانه القران موجود في الذاكره جوا قاعد يعني، لانه انت عرفته وانت طفل صغير يعني وحفظت. وعشان كده انا هنا اذكر البروفيسور عبد الله الطيب رحمه الله عليه، وهو يتناول ويتحدث عن مكانة القرآن الكريم في المجتمعات، كان يدعو إلى العودة إلى حفظ الطالب، أن يلتحق بالقرآن بالخلاوة قبل أن يلتحق بالمدارس، لأنه مهارة الحفظ وكونه يحفظ كتاب الله بتنمي فيه مهارة الحفظ. والمستعمرين كان يقول إيه لا ما تحفظ أفهم، يقول لك أفهم ما تحفظ، حتى لا تفهم حتى لا تحفظ كتاب الله. طبعا بعد ما تحفظ كتاب الله الفهم والتدبر ده شيء آخر، لكن يقول لك لا أفهم ما تحفظ، أفهم بس. كيف تفهم؟ يعني بالفهم كده ما تقدر تصلي، بالفهم كده ما تقدر تستدل بالأحاديث،
بالفهم العادي هذا ما تقدر تعمل افعل ولا تفعل. الاسلام قائم على هكذا يعني، معاملاتك اليوميه وحياتك وهكذا. ولذلك دي واحدة من الاساليب اللي استخدمها المستعمر، انه يقول لك احفظ افما تحفظ، وفصل انه يقول لك رجل الدين ورجل الدوله ورجل الدنيا يعني. فدي واحدة من الاساليب التي يعني عمل بها المستعمر القديم، والمستعمرون الجدد راحوا عليها، كل الرؤساء الذين تولوا الحكم من بعدهم، فكانوا شر خلف لشر سلف، إلا من رحم طبعا. ولذلك دكتور البروفيسور عبد الله طيب كان يقول لو دارين نرجع للمدارس قيمها ومكانتها ونخرج جيل، علينا بالعودة إلى القرآن الكريم. الطالب عليه أن يحفظ القرآن قبل أن يلتحق بالمدارس النظامية. وفي إريتريا تقريبا كانت المسألة دي موجودة يعني، إلا ما ندر قلالهم اللي يمشوا المدارس قبل أن يختموا القرآن الكريم. نرجع تاني للمعاهد عزيزي المشاهد، إنه مرتبطة بالقرآن الكريم ومرتبطة باللغة العربية. الشيء الثالث أيضا المناهج كلها باللغة العربية، والمناهج بحد ذاتها المواد التي بها مواد السيرة والأحاديث والفقه وكذلك الجغرافيا الإسلامية. أنت تطلع بذخيرة معرفية، أول عارف أمور دينك في الفقه وفي السير وفي يعني مسألة سبحان الله. لما تلتحق بالمدارس حفظ الحديث والفقه ما كانت تمثل عندهم أي حاجة، فالمعهد ده ينكب في العلوم الثانية ويبرز. وفي الواقع إنه هذه الذخيرة المعرفية الذي يتخرج من المعهد بإمكانه أن يلتحق في أي مجال، العلوم العلمية التطبيقية والإنسانية كلها. يعني يمكن أن يكون محامي، يلتحق بعد ما يدخل الجامعة محامي، مهندس، طبيب، يعني خبير اقتصادي، كل المجال، كل مجالات العلوم، لأنك أصلا أنت قرأت القرآن الكريم، والقرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله. وبالتالي هذه الأعمدة الثلاثة أعتقد كان لها الدور الكبير في ربط خريج المعهد باللغة العربية، القرآن الكريم والمنهج باللغة العربية، ثم العلوم التي داخل هذا المنهج. نأتي إلى عامل آخر، والمعهديون كانوا يتميزون أن لغتهم فصيحة يعني، لأنه هو تفصح أول بالقرآن الكريم ثم تفصح في المعهد. والله أنا أذكر فيما أذكر يعني ونحن أطفال في سنة أولى في المعهد، وكانت عاما واحدا حولا واحدا، وفيها شهر شهرين في السنة الثانية، كما ذكرني أخي الأستاذ مختار ابن سيدنا الحسين رحمة الله على الوالد، ولمختار حبيبنا زميل الدراسة بالمعهد، أحييه من هنا وأحيي كل زملائي. فالأستاذ أستاذ حامد أستاذ اللغة العربية، يعني أنا أذكر ونحن في سنة أولى كتب في السبورة كيف كانت حياتك قبل دخولك المعهد، بالخط الجميل كده كاتب كيف كانت حياتك قبل دخولك المعهد، ويلا ويتكلم والشجاعة أنت تقف وتقول كانت حياتي. والله أذكر الكلمات اللي قالها هو: كانت حياتي مبعثرة كدابة تأكل وتشرب. هكذا بدأها هو بعد ما كل واحد حاول فينا. الكلام ده في السبعينات، في بداية السبعينات، أو بالضبط 73 74 و75 قامت القيامة، 74 تقريبا في سنة أولى، قيامة يوم الأحد الأسود يعني قصدي، يعني لأنه كانت سبحان الله يوم الأحد الأسود في غرداد كان يوما مهولا. المهم فتتفصح وتعرف العلوم وغير ذلك من الأشياء اللي هي شخصية المعهدي. وشخصية المعهدي كانت تبدو في أبهى منظرها وجمالها. أولا لا بد أن تخيط لك
جلابية، وهي الجلابية هي لباس الرجل المؤمن المسلم يعني. ولا نقول هذه ليست ألبستنا، ولكن نتماهى معها. وأنا برضو ضد أنه زي ما المستعمرين حاولوا ده رجل الدين وده رجل الهناي ويفصل الدين عن الدولة وما إلى ذلك، برضو خلوا رجل الدين يكون عنده هيئة معينة، يعني لا بد أن يكون بمواصفات وغير ذلك، حتى يعني عشان ما يوصفوك بأنك أنت رجل دين لازم تكون هناي. دي كلها أساليب استعمارية الناس مشوا عليها، إلى درجة أن وصلوا إنه خلوا الدين ده بس لناس فئة معينة. حتى الرجل الذي يصلي بالناس أول ما يجي في المسلمين يصطفوا يعني 10 20 30 ينتظروا مين اللابس جلابية، مين العامل لحية، مين العامل. طبعا الالتزام بما أمر به الدين أنا يعني ده في محله في مكانه، لكن في تصوري ينبغي أن يكون كل من وقف أن يقول الله أكبر أمام الله سبحانه وتعالى ويدخل في ملكوت الله، يعني في الخشوع الكامل، ينبغي أن يكون مؤهلا لأن يؤم الناس. وعشان كده التفقه في الدين والتدبر، طبعا يفضل الله الناس بعضهم على بعض بالعلم والمال والصحة والعافية والمكانة وهكذا، وحتى بكتاب الله والتفقه فيه. وهناك شروط طبعا للإمام إذا استووا كلهم في العلم وإذا استووا كلهم في العناية، يعني العلماء يفسروا أكثر مني، أن يكون أفقههم أحفظهم لكتاب الله، أفقههم لكتاب الله إلى أن تأتي إلى أنداهم صوتا ومخارجا وما إلى ذلك. لكن بالمعنى العام المفروض أنه هؤلاء الناس يعني لا يتردد أن يكون إماما. وده يفرض عليك إيش؟ يفرض عليك أنك أنت ملتزم بإسلامك، ملتزم بسلوكك، تعرف كتاب الله، تعرف كيف تقرأ، كيف تجود، تعرف آداب الصلاة، وتعرف قواعد ذاته، تعرف إذا سهوت سجود قبلي وبعدي سبحان الله والحمد لله. هذا التفقه بالمناسبة هو ضروري جدا جدا. المعهديون كانوا يتخرجون هكذا، وبالتالي سلوكهم زي ما قلت كان مرتبط بشكلهم، جلابية وعليها طاقية وعليها عمامة، هكذا لفينا العمة ونحن أطفال. وبهذه المناسبة أقول كتار يقولوا لي أنت تعرف تلف العمة كويس؟ قلت لهم والله أنا لفيتها وأنا صغير بحمد الله، يعني عمري 8 9 سنين، يعني أنا عمري دخلت المعهد دون ال10 يعني. وهذه لها قصة إن شاء الله نحكيها في يوم من الأيام. فقلت لهم والله أنا لفيتها وأنا صغير يعني، وبحمد الله يعني مع العمر وكذا برضو نلف كل انواع العمائم، عمائم بركه وعمائم سمهر وعمائم اهلنا في الساحل وعمائم برضو في منطقه جنوب البحر الاحمر والوسط وما الى ذلك، وكلها لها طريقتها يعني. فقالوا لي عشان كده انت كويس يعني في لف العلم، الى درجه انه في واحدين ما يعرفوا يلف العلم والله، زي ما في واحدين ما يعرفوا يربطوا الكرافات. انا في تقديري انه انت كمسلم والله دي واحده من الاشياء المفروض نعتز بها يعني. يعني انت المفروض ما تتبهدل امام الناس، ما تعرف تلف العلم، لكن ما تعرف تلف الكرافات ليس عيبا انا في تقديري. وبالتالي هذا المعهدي يكون هو لابس طاقيه ولابس جلابيه، وازعم انه الجلاليب كلها كانت بيضاء والله، وفيها هيبه ووقار وفيها مكانه يعني. وتلاقيه هو برضه في سلوكه منضبط، وفي سلوكه كلماته معروفة وهكذا. ولذلك هذا السلوك المعهدي كان يتمثل برضو وينعكس في تحصيله الأكاديمي حتى عندما يدخل إلى المراحل النظامية. أما إذا ما جينا الحصيلة التي يخرج بها، هذه تتكشف لك عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة عندما يلتحق الخريج، خريج المعاهد 4 سنين، أبو 4 سنين ده تلاقيه على طول دخل المرحلة الثانوية، وهناك من يدخل إلى الجامعة مباشرة. بالنسبة لي أنا أحكي عن تجربتي عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، أن نؤكد للمعهديين تلك العلوم التي تخرج بها باللغة العربية، وفيها علوم الدين وعلوم الحديث وحسب المرحلة. نحن كما قلنا لم نكن سعيد الحظ
كانت سنة واحدة، فذهبت إلى السودان الوطن الثاني العزيز، وأنا لا أؤمن بهذه الحدود الاستعمارية. على كل، فقررت أن ألتحق بمدرسة ود شريفي عدكي، يعني كانت في ود شريفي على تخوم مدينة كسلة كما يعرف الكثير من الناس. المهم ود شريفي دي قريبة من تعدي الجبل بتاعت مكرام وتوتيل وهكذا، وتصل إلى ود شريفي تلك المدينة الجميلة. كانت قرية ساعتها لكن اليوم مدينة. ففي البدء مشيت إلى مشرف التعليم في ريف كسل على طريق الختمية والشعبية، فأديته الشهادة بتاع سنة أولى. أول ما شافه قال لي يا ابني أنت قريت العلوم دي كلها؟ 13 مادة عزيز المشاهد، أذكرها حتى اليوم، أذكرها حتى اليوم. القرآن الكريم مادة، الفقه، الحديث، السيرة النبوية، اللغة العربية، وبعدين فيها اللغة العربية ذاتها بتصرفاتها أو أنواع، ثم بعدين تجي الحساب، الرياضيات، وجغرافيا وتاريخ يعني كل الأشياء. فقال لي يا ابني أنت قريت الحاجات دي؟ قلت أنا نعم قريتها، وكان ترتيبي ولله الحمد الرابع يعني في ذلك الوقت يعني. ومختار ابن سيدنا الحسين يقول لي برضو يعني أنت كنت ماشي كويس أكثر، لأنه يعني كان عملنا امتحان في سنة ثانية بتاع شهرين ولا كده، يبدو لي جيت فيه الثاني ولا حاجة كده يعني. هو ذكرني وبارك الله فيه أخونا مختار. فقال لي طيب دار تمشي وين؟ قلت له دار أمشي والشريفي ولا عدكي؟ قلت له عدكي، لأنه كان أصدقائي هناك، وأذكر منهم أخونا أبو الكتو، وحيي من هنا حيث يقيم في المملكة العربية السعودية، ولأنه هو ابن مدينة غرداد فأنا مشيت، اخترت أن أكون هنا. فمشيت إلى مدرسة عدكي، وكان يوم الجمعة، أذكر ذلك تماما، والكلام ده سنة 78. نعم سنة 78. فقالوا لي ذاك هو المدير، والمدير أذكر اسمه حتى اليوم، عثمان فكي حامد رحمة الله عليه، كان رجلا كبيرا، أعتقد يكون توفي إلى رحمة مولاه، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. فلجيت والله يعني يتوضأ، كان المغرب كده يتوضأ لصلاة المغرب، فانتظرت لحد ما يكمل وضوءه، فقلت له السلام عليكم. وعليكم السلام. في يا ابني؟ قال لي، قلت له أنا طالب جديد ودي رسالة من مسؤول التعليم في ريف كسلة ودار التحق بالمدرسة الابتدائية. والله يعني أنا أكاد أرى أصابعه مبللة بماء الوضوء الطاهر، وشاف الرسالة فتحها وقراها، وشاف معاها برضو الشهادة حقي. قال لي يا ابني شايف المكتب ده؟ أيوة، بكرة الصباح تعال لي هناك. فجيت الصبح، نفس الكلمة اللي قال لي مدير التعليم في ريف كسلة، المدير رحمة الله عليه عثمان فكي حامد، قال لي يا ابني أنت قريت العلوم دي كلها؟ قلت له أيوة قريتها. قال لي وترتيبك الرابع ما شاء الله. طيب قال شوف يا ابني، قال لي الابتدائي من سنة أولى وحتى السادس. قلت له نعم. قال لي اختر من أولى لسادسة وأنت مقبول من اللحظة دي يعني. فبتوفيق من الله في لحظتها ما قلت له أمشي أفكر وأجي وكذا، أنا واقف وخلاص لازم أحسن. فما حبيت أخش امتحان من أول سنة، امتحان المرحلة الابتدائية يعني من الابتدائي للمتوسطة، إذا دخلت سنة سادسة على أخش طوالي الامتحان. فقلت له الصف الخامس على طول يقبل الطالب أحمد شريف في الصف الخامس الابتدائي وكده، واشيل الورقة دي وأمشي لمكتب الأستاذ بتاع المشرف على الصف الخامس. مشيت المشرف فلقيته داخل الفصل، وكان الأستاذ أحمد عجيب، أتمنى له الصحة والعافية، موجود في مدينة كسلة وأريافة يعني. فدخلت سنة خامسة، يعني أنا داير أدلل على أنه المعهدي السنة الأولى سنة واحدة تخطيت بها 5 سنين، والذي يتخرج من المعهد
يكمل 4 سنين كان يدخل مباشرة إلى معهد أم درمان العلم العالي في السودان. وفي بلاد ثانية برضو خريجين المعاهد إذا مشى العراق وسوريا على طول إلى المرحلة الثانوية. هذا هو المعهد. أنت تتخطى مراحل وفي نفس الوقت أنت متسلح بالعلم واللغة والدين والأخلاق وفصاحة البيان واللغة. وهنا أنا أذكر أخي المرحوم وزميلي محمد إبراهيم دبساي الذي كان ينير الشاشة، شاشة TVR يعني تلفزيون إريتريا، ونحن في الوزارة هناك رحمة الله عليه. كان رجلا بهيا ورجلا له مكانته ويتقن هذه اللغة. فالجماعة لما يسألوه يقول لهم اسألوا شريف، أقول لهم دبساي ده خريج المعهد يا جماعة، وهو تخرج من المعهد 4 سنين. رجل فصيح 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 رحمة الله عليه، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. فكان المعهديون كلهم الشعراء منهم والكتاب والأدباء والأطباء والمهندسين وبتاع لغة فصيحة. ولذلك المعاهد كانت تخرج وتفصح الإنسان. وهذا الخريج يعني لو افترضنا مثلا عزيزي المشاهد إنه إريتريا دي نفترض فيها كان 15 مدينة، من ال 15 كان في 8 ولا 9 مدينة فيها معاهد، وكانت تخرج هذه المعاهد كل عام بالعشرات بالمئات، يعني كل المعاهد دي. هؤلاء كانوا يتخرجوا وينزلوا إلى الشارع وينزلوا إلى المراكز وينزلوا إلى المجتمع. هكذا لو استمرت تلك المعاهد، أنا أقول لو استمرت بتلك الوتيرة والله لتفصح المجتمع وكانت اللغة العربية ثابتة واستمرت بذلك. ولكن الرياح الهوج طبعا كانت عليها كثيرة، ابتداء من المستعمرين، العهد الإمبراطوري وعهد الدرب، ثم جاء العهد هذا عهد الطاغية والزمرة. وأنا يعني ليس زعما ولكن حقيقة نقول أنه ما واجهته اللغة العربية من حرب واستهداف من هذه الطغمة الحاكمة والله لم تواجهه في الفترة الاستعمارية البغيضة، بدليل أنه منذ عهد هيلة سلاسة إلى عهد الدرب استمرت المعاهد تخرج علماء، تخرج دعاة، تخرج حفاظ، تخرج ما تخرج من ناس مستنيرين، إلا بعد 91 حيث عمل هذا المستعمر بتجفيف. أولا بدأ بمعاهد بالخلا والقرآن الكريم زي ما ذكرت في يوم من الأيام، ثم جفف المعاهد، ثم رمى المؤسسين والوعاظ والمعلمين اللي كانوا ومدراء المعاهد، رماهم بكذبة وللأسف الشديد لعب فيها كثير من أبناء المسلمين. فتحت مسمى هذا سلفي وهذا متطرف وهذا يعني أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. فأصبحت تلك المعاهد فقيرة إلى أن تسلمتها هذه الطغمة الحاكمة. واليوم المعاهد لا حول لها ولا قوة ولا لون لها ولا طعم، وخريج المعهد أو يقضي له سنة سنتين، وبالتالي بقى الناس بقت ما تمشي المعاهد. ده كله كان الهدف منا عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة، القضاء على اللغة العربية، لأنه لا يمكن أن تقضي على اللغة العربية والمعاهد قائمة، لا يمكن أن تقضي عليها وخلا والقرآن قائمة، لا يمكن أن تقضي عليها والمناهج العربية قائمة. كلها كانت سياسة بعد سياسة من أجل القضاء على هذه المعاهد التي لعبت دورا كبيرا ونورت المجتمع وخرجت علماء. وأنت تستمع عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة إلى هذه الحلقة، تفرس وتأمل في من حولك، ستجد الخريجين خريجي المعاهد والله مختلفين في كل شيء، في كل شيء، مختلفين في سلوكهم، مختلفين في معاملاتهم مع الناس، مختلفين في. ولذلك المعاهد أنا سآتي بعدين يعني كيف كان يوم التخريج، والله تلك قضية لوحدها. وأنا هنا يعني على هامش أنا دائما أحاول في الحلقات برضو نذكر من أحاديث الناس، وبرضو عشان ما نخفف المسألة ونخليها برضو
مقبولة وفيها شيء من، وهكذا نحن العلماء كنا بنجلس إلى العلماء، والعالم برضه فيه طرفة وضحكة وفيه أشياء يعني. فلا تكون الحلقة كلها أجزاء وهكذا وبتاع. كنشرات الأخبار، نشرات الأخبار أنت لابد أن تقدمها كده وبتاع، وكلها قنابل وانقلابات هنا وهناك وما إلى ذلك. لكن البرامج ينبغي أن تكون برامج فيها خفة وهكذا يعني. وهنا أنا أترحم على الشيخ إبراهيم الأشقر رحمة الله عليه، تتلمذنا عليه وجلسنا أمام تحته واستمعنا إليه كثير، وهو حي ابنه الدكتور أبا ذر ابن الشيخ إبراهيم الأشقر. فكان مجالس الشيخ إبراهيم الأشقر في مدينة كسلة في المسجد الكبير دائما فيها علم وفيها طرف وفيها ضحكات وفيها أحكام وشرائع، لكن فيها برضو من الطرف والضحكات. فأذكر فيما أذكر إنه طبعا هم جلاسه كمان كانوا كلهم معظمهم بلدياتنا جايين من إريتريا يعني، برضو كانوا من الناس التاليين الشوايقة والجعليين وغيرهم. كسلة كانت هي أصلا مدينة تجمع يعني كل فسيفساء المجتمع دون تضاد ودون تعارض بين هذا جا من وين وده جا من وين. هي كسلة هكذا الدولة. أتمنى إن شاء الله أن يظل الشرق كشرقه القديم ليبقى السودان. تلك قضية أخرى. أرجع للشيخ الأشقر. فالشيخ الأشقر هو عارف رحمة الله عليه إنه الناس اللي قاعدين حوله جايين من إريتريا وهي امتدادات هنا وهناك. فكان يوم كده وحلقته بين المغرب والعشاء كانت دائما في الفسحة، فسحة المسجد الجميل يعني. فكان تبرق من جهة الشرق، والبرق من جهة الشرق معناه إريتريا مطرانة يعني. وفي نفس الوقت برضه هو كان يتكلم لغة التجريت يعني. فلما شاف هناك كذا كما قال الشاعر قال يعني، وكانت عنده عبارة مشهورة وهلم جرة كان يقول كما قال الشاعر قال يعني لا مزلمها الا مدراته من تسفال المحقاته يعني. الله يرحمه شيخنا العزيز. فقال لا مزلمها الا مدراته يا جماعة، قال كما قال الشاعر قال لا مزلمها الا مدراته من تسفال المحقاته، أو كما قالوا كذا قال وهلم جرة يعني. فكان مجالسه يعني فيها ما فيها من العلم والطرف، وكان الرجل يعني يعرف يتحدث إلى جلاسه وطلابه. أنا أذكر أن المعهديين لهم مكانتهم في المجتمع. فيوم من الأيام كده في مدينة ميلبورن يعني دايرين نصلي المغرب، فبدينا يعني انه واحد يقول لك تفضل تفضل وبتاع. فانا قلت لي واحد من زملائنا زميل ادم عتيل يعني معي هنا في مدينه ملبورن نحييه، وهو يعني ما مر بالمعهد، ما دخل المعهد لكن كان يمر باتجاه. فقلت له ابو الديم صلي بينا، قلت له صلت بنا، قال يا راجل يعني انا حيله معهد غرداد كجامعه ام درمان اسلاميه وشعر وبتاع، حيلته انا قال لي تفضل يا راجل صلي بينا. قال فضحكت يعني. ومن هنا تقدمت والحمد لله يعني. ودي الحته اللي كنت بقوله يعني مفروض طوال الناس وقفت اي واحد يقول لك تفضل طوال يقول صلي. فهو احتراما وتقدير طبعا انا احييه استاذنا الزميل الصحفي ادم عتيل. فقال لي انا حيله معهد غرداد كسيدنا خليل، اي برضه فيها سيدنا خليل ومعهد غرداد وجامعه ام درمان اسلاميه وفراج الطيب، قال كمان فراج الطيب وشعر حيلته انا بها زول صلبنا. قال لي فله مني التحيه ولكم التحيه اعزائي المشاهدين والمشاهدات الفضليات. انا حبيت اختم بهذه الطرفه ولنؤكد على انه والله لا نتحدث عن نفسنا لكن نتحدث عن المعهديين. هذه المعاهد خرجت يعني نماذج حية ومثل وقيم وكانت قدوة لكثير. والمستعمر الموجود في إريتريا استهدف المعاهد والمعهديين، ومعروف أنه في ليلة واحدة كيف هاجم وهجم على المعاهد في مدينة كرن وغيرها وغيرها. ولذلك حديث في يوم من الأيام إن شاء الله. في الحلقة القادمة سأتحدث عن معهد أو معهدين، في نفس الوقت سأتناول
إنه يوم التخريج كان كيف في المعاهد، على الأقل في المدينة التي شهدنا فيها أكثر من حفلات تخريج، والأناشيد والقيم الدينية التي كانت تتلى في ذلك اليوم. حتى ذلكم الحين أعزائي المشاهدين، أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسجل هذه الحلقة مشاهدة وإعدادا وحديثا في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله، لأنه لك أجر المشاهدة ولنا أجر المحاولة في الحديث عن شيء من الدين، لأنه نحن مأمورون أن نقول الكلمة الحسنة في ديننا، والكلمة الحسنة في لغتنا وفي أخلاق المسلمين ومراكزهم ومنابع العلم والمعرفة. المعهد كان واحد من تلك المنابع، وجاء ذلك في إطار الحديث كيف دعمت تلك المعاهد اللغة العربية، والعكس صحيح. ألتقيكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وآمل أن نكون وفقنا فيما نرجو إليه ونصبو إليه من رسائل. تحياتي محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم، كذلك تحيات الزملاء في الإخراج والمونتاج، أولئك الجنود المجهولون، لهم منا أرق التحايا وأجمل الأمنيات، ولكم فائق الاعتبار والتقدير لحسن المشاهدة والمتابعة. اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد فيما وفقتنا، ووفقنا يا رب لما تحب وترضى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.